ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة نصيحة رمضان اليوم الثالث. اول يومين بنصلي التراويح بحماس، بس السؤال الحقيقي مش هنبدأ ازاي، السؤال هنكمل ازاي. لو عايزة تحافظي على التراويح ما تخليهاش اختبار قوتك، خليها لحظة راحة. مش لازم تصلي عدد كبير، صلي اللي تقدري عليه. وما تستنيش تبقي عندك طاقة عشان تقومي، الطاقة بتيجي بعد ما تقومي مش قبلها. حطي في بالك حاجة مهمة، التراويح مش فرض، بس يمكن تكون أكتر وقت في يومك بتتكلمي فيه مع ربنا بهدوء. اعملي اتفاق بسيط مع نفسك، حتى لو يومك كان طويل، حتى لو مزاجك مش أحسن حاجة، هتقفي قدام ربنا وتصلي كام ركعة. دول هيهدوا قلبك وهيخلوكي قريبة من ربنا أكتر وأكتر. ولو تعبتي في يوم وقصرتي في العدد عادي، بس ما تقطعيش خالص. السر مش في الكمال، السر في الاستمرارية. كل يوم تراويح هو علامة انك لسه بتحاولي ولسه قلبك عايز يقرب من ربنا. يمكن اكتر حاجة هتندمي عليها بعد رمضان انك ضيعتي الليالي اللي كان ممكن تقربي فيها من ربنا. استنوني في الفيديو اللي جاي والنصيحة اللي جاية. باي باي.